الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين اليوم لاستعدادا لشبيبة القبائل. بيراميدز يتوصل لاتفاق نهائي لضم حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري ومنتخب مصر. الأهلي يعلن حصوله رسميا على الساعة الكاملة لدخول الجماهير في مواجهة شبيبة القبائل السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا. تعيين الليبي أحمد الشلماني حكما لمباراة الجيش الملكي والأهلي في المغرب يوم 28 نوفمبر. رغبة يست روبا الأولى هي التجديد لديانج، والمدرب تحفظ على فكرة التعاقد مع حامد حمدان. إمام عاشور بنسبة كبيرة سيكون ضمن قائمة الأهلي لمباراة يوم السبت أمام شبيبة القبائل. محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من جلوب سوكر. شركة القلعة الحمراء تفتتح باب التقسيط بدون أي فوائد نهائيا لكتابة اسمك في استاد النادي الأهلي لفترة محدودة. منتخب مصر يتراجع مركزين ويصبح ال 34 عالميا. مدير التعاقدات في بيراميدز: لا يوجد بند يمنع انتقال إبراهيم عادل لأي نادي داخل مصر غير بيراميدز، ولا توجد في عقده نسبة إعادة بيع. وأسامة أبو علي لاعب كبير جدا وفكرة التعاقد معاه لم تطرح من الأساس، وليس منطقيا أن لاعبا كان يلعب في الأهلي ونجم وخرج للاحتراف في أمريكا بأرقام كبيرة سيعود إلى مصر مرة أخرى، وما يتردد الآن غير صحيح. كيف سيعود للدوري المصري وهو يحصل على راتب كبير في أمريكا؟ في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.